مساء الخير حبايب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب الكل بخير وبصحة وبعافية. ورجعنا لكم بعد ما خلص العيد. وطبعا بنات، يعني شنو طلع علينا تعب رمضان. احجولي انتو هم هيج. اني يعني فت تعبانة ماكو هيجي ومكسلة واريد اقوم ما اقدر. فاليوم قلت يا خل اسوي لي همة واقوم شوية نسوي عشاء وأصور لكم فيديو، لأن صراحة الانقطاع مالتي طال وصار 9 أيام، يعني أنا منقطعة. تعرفون العيد وخوسة الجهال فما نلحق نصور. فاليوم حبيت أشارككم طريقة عشاء سهلة وسريعة. هنا عندي بوتيتة، شجر أو كوسة، بعض الدول يسمونها كوسة. وعندي بيضتين ونص بصلاية فارمتشو. هنا هاي الشجر والكوسة مثل ما تشوفون هاي شلون مقطعتها. هسه راح اروح شو اسوي لهم. اني مخليه هنا زيت على الطباخ حتى اقليهم، وبعدين اشوفكم الطريقة النهائية راح اسويها. يعني اكلة كلش سهلة وسريعة، يعني تنفع غدا تنفع عشاء. تنفع غدا اذا مليتوا التمن والمرقة والاكلات يعني اليومية تتكرر، مثل ما نقول الفاصوليا والتمن، البامية والتمن، التبسي والتمن، وحبيتوا تغيرون هاي الاكل همتين تنفع غدا كلش طيبة. هسه راح ابلش اسويها. هنا طبعا بلشت اقلي البوتيتة، بس اكمل البوتيتة تقلى. هسه راح همتين اقلي الشجر واشوفكم الطريقة راح اسويها. قلت لكم بنات كلش سهلة وتنفع يعني غدا. إذا قلت لكم يعني مالين التمن والمرقة ومالين البوتيتة تقلى ولا هاي تنفع غدا وتنفع عشاء كلش طيبة. واحجوا لنا بنات، وين رحتوا بالعيد؟ وين طلعتوا؟ صراحة أني والله ما طلعت، يعني ما أعرف، أحس لذة العيد راحت. من راح أبوي الله يرحمه، بعدين لحقت أمي الله يرحمها. أحس يعني لذة العيد راحت، حلاوة العيد راحت، طعم العيد راح. يعني ما أحس بعد للعيد، يعني أحس العيد بس ذول الجهال خطية لا أكثر ولا أقل. يعني ما أعرف ليش أحس العيد يعني شلون راحت الفرحة مالته، راحت النكهة الخاصة كانت بيه. يعني اللي هي لمة الأهل، جمع يم الأم والأب ويا الأب. يعني ما أعرف أحسه يعني شلون ما ظل طعم للعيد، من يروحون الأم والأب ما يظل طعم للعيد. فما يعني ما طلعت أني، إذا أقول لكم يعني يجي طلعة بسيطة بالبيت لا أكثر ولا أقل. هذا أمر الله ما نقدر نعترض عليه. وهنا بعد ما كملت البوتيتة قليته، بديت يعني أقلي الشجر. هاي البوتيتة هنا كلها قليتها وخليتها بالبايركس. وهنا هسه أسوي لكم الصلصة مالتها، اللي هي عبارة عن خاشوقتين حليب وبيضتين. هسه تشوفون راح شلون أسويها وتطلع كلش طيبة. على فكرة بنات، أنا يعني ما جاي أسوي الفيديو طويل حتى الفيديو ما يصير ممل. فيعني جاي أحاول أختصر بالفيديو من 5 إلى 6 أو 7 8 دقائق. فأرجو منكم المشاهدة كاملة وتحطوا لي لايك، لأن الفيديوهات الجاية أنزلها صراحة أبد ما سووها والتفاعل بها كلش ضعيف، حتى أنزل لكم بعد فيديوهات أحلى وأحلى. فأرجو منكم اللايك، والأول مرة يدخل قناتي لا ينسى يفعل الجرس ويشترك. أوكي حبايب، فضلا وليس أمرا. وعلى فكرة يعني بنات، هاي الأكلة تعتمد بس على البوتيتة والبيض والحليب. بس صراحة من جربت الشجر وياها طلعت أكلة إدمان. فقلت بما أنه اليوم يعني أبونا متسوق لنا، يعني جايب لنا مخضر وشجر كلش أخضر وتازة ويسوي واهس للطبخ، قلت لازم أجرب هاي الأكلة وخلي وياها شجر، أو بالدول العربية يسمونها الكوسة. فقلت لازم أحط الكوسة وياها لأن كلش طيبة صراحة. ويعني شوفوا شلون شكله أخضر ويشهي، يعني حتى صغار يعني أخضر، شوف شلون عباك خيار. فصراحة شهاني قلت لازم أسوي. هاي البنات
المكونات بعد ما قليتها كلها. هنا عندي هاي نص البصلاية همتين قاعدة أشوحها بالطاولة حتى أحطها فوقاهم. هسه حشوفكم شلون. هسه بنات هاي قليتها كلها وحطيت البصل همتين فوقاها. اجيت على الصلصة اللي راح أسويها. هنا عندي خاشوقتين أكل حليب، رشة فلفل أسود، رشة ثوم مطحون، رشة بصل مطحون، ورشة كمون. أخلط المكونات كلها عالجاف إلى أن تتلابس كلها ببعضها مع بعض. شو راح أسوي؟ راح أجيب نص كوب مي. زين عيني. شو أسوي؟ أبلش أخفق الحليب كله، أخفقه إلى أن أشوف الحليب ماع فرد مرة. فدقيقتين هيجي أظل يعني شوية أحرك بيه حتى يذوب الحليب تمام. هنا هماتين راح أحط له بعد شوية مي، يعني أخذ مني قلاص إلا ربع مي. زين عيني. هسه هنا إيش راح أسوي؟ راح أجيب البيض وأكسره فوقه. هنا بنات كسرت البيض فوق الخليط. راح أبدأ أخفقه شوية 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 إلى أن يذوب عندي الصفار، يذوب الصفار والبيض كله ويا الحليب. أرجع شو أسوي؟ أضيف نص خاشوقة أكل ملح، يعني أنا ما ملح البوتيتا والشجر يعني كلش هواية، هيك رشة بسيطة. هسه هيك طرق في الدقيقة. هسه حكمله خفق وارجع لكم.